بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعزائي طلاب الخامس العلمي، حياكم الله وبياكم. إن شاء الله تعالى اليوم سنوضح لكم بعض تفاصيل كتاب الرياضيات للصف الخامس العلمي بفرعيه أو العلمي، بما أنه الأحياء والتطبيقي اللغة. المهم، طبعا لسنة 2024 سنة 2024 لدينا كتاب الرياضيات يحتوي على 9 فصول: الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، الفصل الرابع، الفصل الخامس، الفصل السادس، الفصل السابع، الفصل الثامن، الفصل التاسع. زين، راح نجي يا أعزائي طلاب الخامس الإعدادي نوضح أي فصل مهم وأي فصل غير مهم، وأي فصل له أهمية قليلة بإذن الله تعالى. الفصل الأول اللوغاريتمات أو اللوغاريتمات، هذا الفصل الأول اللوغاريتمات. الفصل الأول اللوغاريتمات. الفصل الأول اللوغاريتمات يا طلابنا الأعزاء مهم جدا. راح تقولوا لي شلون مهم؟ أنا أقول لكم شلون. اللوغاريتمات مهم جدا بالصف الخامس وفي الصف السادس لمادة الكيمياء. إذن اللوغاريتمات، هذه اللوغاريتمات مهمة جدا بيش بمادة الكيمياء. زين، أما الفصل الثاني اسمه المتتابعات. طبعا فصل سهل جدا. طبعا اللوغاريتمات هم سهل جدا، يحتوي على الأسئلة مثلا: حول من الصيغة الأسية إلى الصيغة اللوغاريتمية، حول من الصيغة اللوغاريتمية إلى الصيغة الأسية، جد قيمة ما يأتي، حل المعادلات. هذه الأسئلة مال اللوغاريتمات. المتتابعات أيضا مهمة جدا، تحتوي على 3 أنواع: متتابعة الحد العام، والمتتابعة الحسابية، والمتتابعة الهندسية. أسهل شيء هي متتابعة الحد العام، وأكثر النوع من الأنواع مطولة هي المتتابعة الحسابية، حيث أن بها متتابعة حسابية عندما ينطي الحد الأول، متتابعة حسابية عندما الحد الأول والأساس، عندما ومتتابعة أخرى عندما ينطي أحد الحدود والأساس، ومتتابعة أخرى عندما يعطي حدين متشابهين، ومتتابعة أخرى عندما يريد الحدود المحصورة بين كذا وكذا. المهم، بعد ذلك لدينا الفصل الثالث القطوع المخروطية. فصل مهم جدا 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 جدا. راح تسألون شلون؟ هذا نفسه موجود بالسادس الإعدادي، نفسه لكن أكثر تطورا وأنواع جديدة. زين، إذن اللوغاريتمات مهمة، القطوع المخروطية مهمة، المتتابعات غير مهمة في الصف السادس الإعدادي. أنا أربط لكم المنهج بالسادس. زين، بعد ذلك عندي الفصل الرابع الدوال الدائرية. هذا من أهم الفصول، مهم جدا 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 جدا، مهم أكثر مما نتخيل. مهم لأن رياضيات السادس الإعدادي والفيزياء كذلك، حتى بالصف الخامس الفيزياء والرياضيات، وحتى جزء من الكيمياء، يعني المواد العلمية تعتمد على الدوال الدائرية. مهمة جدا جدا جدا، لازم نضبطها. زين، ومن راح إن شاء الله نصل الفصل الرابع راح نعرف شنو هي الدوال الدائرية، وراح نعرف شنو نستفاد من الدوال الدائرية إلى آخره. وطبعا احنا ماخذينها بالرابع، ماخذين شنو هي الدوال، وماخذين زواياها إلى آخره. زين، بعد ذلك لدي شنو؟
لدي الفصل الخامس الغاية والاستمرارية، فصل بغاية الأهمية، لأن بعض الفصل بالسادس الإعدادي بعض الأسئلة نحتاج بها الغاية والاستمرارية، لذلك يجب علينا أن نضبطها. الفصل السادس نسبة 90% من رياضيات السادس العلمي يعتمد على الاشتقاق والتكامل والتفاضل، لذلك يجب أن نضبط الاشتقاق لأن فصل مهم جدا. الفصل السابع لدينا الهندسة الفضائية المجسمة، هذه مهم صراحة، لكن أكو بالسادس هندسة فضائية منطقة 3 مبرهنات، احنا هنا راح ندرس كمبرهنة تطوراتها 3 أو مبرهنتين بالسادس. الفصل الثامن مبدأ العد والتباديل، هذا غير مهم. الفصل التاسع المصفوفات، هذا غير مهم. إذن الفصول الغير مهمة عندنا يعني ما لها أهمية إطلاقا. الفصل الثاني المتتابعات، الفصل الثامن مبدأ العد والتباديل، الفصل التاسع المصفوفات، والفصل يعني ما لا يعني لا أهمي باسمه هواية اللي هو الفصل السابع الهندسة الفضائي. هذا 3 فصول وهذا فصل 4 فصول، من أصل 9 فصول 4 فصول غير مهمة، وعندي أهم الفصول هي 5 فصول يجب أن نركز عليهن، لازم نركز عليهن لأن مهمة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.